العاشرة تماما بتوقيت العاصمة أسمر. إلى حضراتكم نشرة الأخبار لهذا المساء، مستهلة إياها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. هدية الاستقلال تسلم إلى الإقليم الأوسط مختتمة جولتها في الأقاليم الخمسة. دورة تدريبية في الأغذية في قندع. إحياء اليوم العالمي للمتحف. عشرات القتلى في هجوم على بلدات عدة في شمال بوركينا فاسو. وصول أول طائرة من روسيا إلى جورجيا منذ عام 2019. الجيش يطوق بلدة كاملة في السلفادور عقب مقتل ضابط شرطة. مرحبا بكم. وصل كأس هدية الاستقلال الإقليم الأوسط يوم 21 من مايو، وسلم في غاشنشم إلى مديرية سرجقة بعد إكمال زيارته ل6 أقاليم. وقد سلم إقليم عنسبة السفير عبد الله موسى كأس هدية الاستقلال إلى حاكم الإقليم الأوسط السيد فسحية هايلة بحضور قائد هيئة أركان قوات الدفاع الفريق فيليب أوسولد هانس ومسؤول الشؤون التنظيمية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد يوسف صايق وكبار قادة الجيش ومدراء المديريات وآلاف المواطنين. وسلم حاكم الإقليم الأوسط السيد فسحية هايلة كأس الاستقلال إلى مدير مديرية سرجقة السيد كفلة مريم قبر مسكال بعد وضع تراب عليه من أرض معسكر القوات الجوية لنظام الدرج الاستعماري الذي شهد عام 1984 عملية عسكرية بطولية من قوات الكوماندو للجيش الشعبي لتحرير إريتريا. وقال حاكم الإقليم الأوسط السيد فسحية هايلة إن تربة إريتريا ليست أي تربة، وهي تربة تحمل تاريخ كبير من دماء وعظام الشهداء ومعادن لم تكتشف بعد. وأوضح بأن حفنة تراب الإقليم الأوسط لكأس الاستقلال كانت من الموقع الذي دمرت فيه 33 طائرة حربية وخزانات وقود، وأحدثت خسائر كبيرة كسرت ظهر العدو، وبشر لهب العملية بالاستقلال. من جانبه أوضح حاكم إقليم عسبة السفير عبد الله موسى أن كأس هدية الاستقلال تحوي تراب مثوى الشهداء من الأماكن التاريخية، وأساس وجودنا داعيا الشباب ليكونوا أقوياء في ترجمة مضمون كأس هدية الاستقلال. وتوجه كأس الاستقلال بالعيد الحافل في غاشنشم إلى سرجقة وزاغر في مسيرة لقوات الدفاع، واستقبلها السكان والطلاب بحرارة كبيرة لدى مروره بقرى عد كولوم وحيلو ومسفنتو وأفديو ودك بيتروس وكوندابا ليصل إلى زاغر. وقال مدير مديرية سرجقة السيد كفلة مريم قبر مسقل في زاغر أن أرض المديرية مثلها مثل باقي أراضي إريتريا تمتلك البطولات والتضحيات، وأن سكان المديرية وقفوا إلى جانب ثورتهم رغم الجرائم الوحشية التي نفذها العدو عليه. وأمضى كأس هدية الاستقلال الليلة في إمبادور هول، يتوجه يوم 22 من مايو إلى مديرية بريخ. جرى إحياء اليوم العالمي في إريتريا يوم 18 من مايو في المتحف الوطني تحت شعار ضمان استمرارية المتاحف. وافتتح حاكم الإقليم الأوسط السيد فسحية هايلة المعرض المنظم بالمناسبة لتعريف المواطنين والأجانب بآثار وتراث الشعب الإريتري ونضاله المسلح. ويحتوي المعرض حوالي 46 لوحة لفنانين مناضلين أحياء وشهداء تعكس الأوضاع العامة للكفاح المسلح في الفترة من عام 1976 وحتى الاستقلال، بالإضافة إلى لوحات لفنانين أسرى وأنشطة المناضلين لتوعية وتنظيم وتسليح الأسرى في مرحلة النضال، تعرض بعد هذه اللوحات لأول مرة. ويضم المعرض أيضا المناشير والوثائق التي أعدت في فترة الاستفتاء وصناديق الاستفتاء. وأوضح مسؤول العلاقات العامة في المتحف الوطني السيد هايلة برهي أن المعرض خلق اهتماما خاص لارتباطه باحتفالات أعياد الاستقلال، مشيرا إلى أن المعرض مفتوح حتى يوم الاستقلال.
نظمت وزارة الزراعة دورة تدريبية في جندع ل100 مزارع وأعضاء الوزراء والإدارة حول الغذاء والنظم الغذائية في الفترة من 11 وحتى 16 من مايو. وقال ممثل الزراعة والأراضي في إقليم شمال البحر الأحمر السيد تسفيد جرزجهر في اختتام الدورة التدريبية إن التدريب نظم لضمان غذاء آمن، موضحا بأن وزارة الزراعة تعمل لإيصال البطاطا إلى المزارعين بالتعاون مع إدارة الإقليم. وأوضحت حاكم إقليم شمال البحر الأحمر السيدة أسمرة أبرهة وجود برنامج لتوسيع التدريب النظري والتطبيقي في الغذاء والنظم الغذائية في الإقليم كافة لتعريف المجتمع عامة والمزارعين خاصة، وسيتم إدخال البطاطا في مديريات الإقليم وضعا في الاعتبار شح الأمطار. وذكرت المشرفتان على التدريب من وحدة التدابير المنزلي في المكتب المركزي لوزارة الزراعة السيدتان حارينا كبروم وترحاس يماني أن التوعية الغذائية ظلت جارية للاستفادة من الأغذية الغنية بالمحتويات الغذائية للمجتمع عامة والحوامل والأطفال خاصة. وأكد المشاركون في التدريب على أهميته الكبيرة وسيعملون على نقل المعرفة المكتسبة إلى الآخرين. في غضون ذلك تلقى 140 من خبراء الزراعة من 8 مديريات دورة تدريبية في إدارة المياه الجارية وحماية التربة وحفظ المياه. يقوم موظفو الحكومة في مدينة أقردات بأنشطة نفير تشجير وحماية التربة والمياه في مقبرة الشهداء بأقردات. وقام أكثر من 1000 موظف بينهم 290 موظفة بإنجاز أعمال كثيرة تمثلت في إعداد 5400 حفرة لغرس الشتول وقرص 2500 شتل ابتداء من شهر فبراير الماضي حسب ما أفاد سكرتير الجبهة في المديرية السيد حاجوس تخلي. وقال ممثل سلطة الغابات والحياة البرية في المديرية السيد بري هابتوم إن البرنامج الجاري عبر موظفي الحكومة هي مواصلة للبرامج المنتظمة عن طريق المواطنين والجيش، مشيدا بمساهمة أصحاب الصهاريج الفاعلة لسقي الشتول المقروصة. وعبر المشاركون عن ارتياحهم للمشاركة في مثل هذه البرامج، مؤكدين تعزيز جهودهم لإنجاح البرنامج. استشهد في 19 من مايو المناضل غويتوام جبر ميكائيل عضو قيادة الجيش الشعبي عن عمر ناهز 75 عاما بعد أن صارع المرض وتلقيه العلاج في مستشفى القوات الجوية. والتحق المناضل غويتوام جبر ميكائيل بصفوف الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا بعد أن كان ينشط في صفوف جبهة التحرير الإريترية عام 1975 عاملا قبل الاستقلال في جهاز التدريب وفي القوات القتالية الأمامية حتى وصل إلى مستوى مسؤول سرية، وبعد أن أصيب بجروح انتقل إلى قسم المواصلات فيما عمل بعد الاستقلال في شركة مواصلات ترانس هورن. بالإضافة إلى ذلك تم توظيفه في هيئة إدارة قيادة الجيش الشعبي لقوات الدفاع وخدم شعبه ووطنه بوفاء وإخلاص. المناضل غويتوام جبر ميكائيل رب أسرة وأب ل6 أبناء، ووري جثمانه الثرى ظهر اليوم الأحد 21 من مايو في مقبرة الشهداء في أسمرة. وتعرب قيادة الجيش الشعبي عن بالغ حزنها باستشهاد المناضل غويتوام جبر ميكائيل، وتقدم أحر تعازيها لأسرته ورفاقه وزملائه. فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، رجاء أن يبقوا معنا. وعلى الصعيد العالمي، حيث قتل 20 شخص على الأقل في هجوم على عدة قرى في شمال بوركينا فاسو وفق ما أفاد سكان هذه القرى ومن مصدر أمني. وبذلك ترتفع حصيلة الضحايا المدنيين إلى 40 مدنيا في هجمات عدة في شمال هذا البلد ووسطه الشرقي مع استمرار عنف الجهاديين.
وأكد مصدر أمني هذا الهجوم مشيرا من جهته إلى سقوط نحو 20 قتيلا. وقال المصدر إن عمليات التمشيط لا تزال جارية. وسابقا تم استهداف محافظة كولوبوغو وسط الشرق على بعد 400 كيلومتر جنوبا عند الحدود مع غانا وتوغو. وأكدت مصادر أمنية وقوع الهجوميين مشيرة إلى أن عمليات أمنية جارية في المنطقة من دون تقديم تفاصيل بشأن حصيلة التوقلين. يذكر أنه منذ العام 2015 تشهد بوركينا فاسو التي كانت مسرحا لانقلابيين عسكريين العام الماضي دوامة عنف جهادي ظهر أولا في مالي والنيجر المجاورتين وامتد إلى خارج حدودهما. استؤنفت الرحلات الجوية المباشرة بين روسيا وجورجيا، وذلك بعد نحو أسبوع من رفع الكرملين بشأن غير متوقع حظرا دام 4 سنوات على الرغم من العلاقات المتوترة بين البلدين. وقامت الشرطة في جورجيا بتفريق حشد من المحتجين الذين تجمعوا أمام مطار تبليسي، حيث كانت تحط طائرة قادمة من موسكو في أول رحلة تصل من روسيا منذ عام 2019. من جهته رحب رئيس الوزراء الجورجي إيرلا جيرلاتشيفلي باستئناف الرحلات الجوية، معتبرا أنه قرار إيجابي من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. يأتي ذلك في وقت تواجه فيه الحكومة اتهامات متزايدة بالتعاون بشكل ضمني مع الكرملين، التي تشدد على أنها بحاجة للحفاظ على العلاقات اقتصاديا مع روسيا. تطوق عناصر من الجيش في السلفادور بقوة تصل ل5,000 جندي في بلدة قرب العاصمة للقبض على رجل عصابة قتل ضابط شرطة. ويأتي هذا التحرك استمرارا للحملة الواسعة التي بدأها الرئيس نجيب بقيلة للقضاء على العصابات المنظمة في بلاده، والتي نتج عنها اعتقال 68 ألفا من أعضائها خلال عام. وسجلت في السلفادور 1322 جريمة قتل العام الفائت بمعدل 20 جريمة قتل لكل 100 ألف نسمة، وهي واحدة من أعلى المعدلات في العالم. يكافح عناصر الإطفاء بدعم من جهود الحريق في غرب إسبانيا أجبر مئات الأشخاص عن إخلاء قرى مجاورة حسب ما قال مسؤولون. وتقول السلطات المحلية إن الحريق الذي اندلع في منطقة إكستريميدا ذات الكثافة السكانية المنخفضة والمحاذية للبرتغال أضرم بشكل معتمد. وأتى الحريق على حوالي 3,000 هكتار من الغابات والتشجيرات، وأجبر نحو 700 شخص على إخلاء قراهم وفق الحكومة المحلية. ويبذل أكثر من 400 مختص مدعومين من 14 طائرة إطفاء جهودا لإخماد النيران وفقا لوزارة الزراعة المحلية. ويضم فريق الإطفاء 165 جنديا من وحدة الاستجابة للطوارئ بالجيش الإسباني. في الختام إليكم تذكيرا بأهم ما جاء في هذه النشرة. هدية الاستقلال تسلم إلى الإقليم الأوسط مختتمة جولتها في الأقليم الخمسة. إحياء اليوم العالمي للمتحف. دورة تدريبية في الأغذية في دندع. عشرات القتلى في هجوم على بلدات عدة في شمال بوركينا فاسو.
وصول أول طائرة من روسيا إلى جورجيا منذ عام 2019. الجيش يطوق بلدة كاملة في السلفادور عقب مقتل ضابط الشرطة. انتهت النشرة، كنت معكم فيها حنان عمر جيلاني، إلى اللقاء.